شوف مش حاجة مهمة. يومين قبل ما يكون المعسكر توفات أمه، وراح كان معاها، وهذا كان قبل أولا في المستشفى معاها، وتكلم معاها لأن مو حست بلي راحت ترحل. ومن بعد حضر الجنازة وجاء من بعد الجنازة وما تكلم حتى مع حد، لأن جالية ما كنتش عارف بلي توفات أمه. ومن بعد غير دخل المعسكر قال لي كوتش، قال لي باغي نتكلم معاك. جبدني وحدي تكلم، قال لي فوالا، قال لي باين يعني امي راهي ماتت عندها يومين. والله فاجأني. بون اولا سمعت الكل، ومن بعد تكلمت مع الطاقم التقني مع اللاعبين الكل باش يفهموا الوضعيه تاعو. قال ها واش صار واش صار. ومن بعد قلت لنا في نفس الكلام، من بعد زدت كلمته قلت له باش تقدر يعني تنسحب يعني من اسبوع، لان يعني راك في وضعيه نفسيه صعبه، يعني باش تروح ترتاح قال لي لا، قال لي امي، هذه زين اكد، قال لي امي اللي عطاتني قالت لي بالك ما تروحش المعسكر وتروح تلعب مع الجزائر. قال لي امي اللي عطاتني قالت لي بالك ما تروحش المعسكر وتروح تلعب مع الجزائر.